قبل ما تسمع قصة النهاردة اعمل حالا إعجاب واشتراك في القناة. مستنية أشوف إعجابكم واشتراككم عندي في القناة. أنا اسمي أروى، عندي 26 سنة، بشتغل مدرسة إنجليزي في مدرسة خاصة وساكنة في مدينة العبور. متجوزة بقالي 4 سنين. جوزي عنده شركة عقارات كبيرة، هو أكبر مني ب7 سنين وعنده 33 سنة. من زمان وهو ناجح قوي وشاطر جدا في مجاله. ما كنتش أعرف إن هيجي عليا يوم وأضحك على جوزي اللي استأمني على كل حاجة وأعمل اللي عملته معاه من غير ما يعرف. من صغري وأنا منطوية وما عنديش أصحاب كتير، هي واحدة بس ولا اتنين. ولما كنت في الجامعة كنت بلاقي البنات بتتكلم عن علاقاتهم العاطفية مع الشباب، بس أنا مقدرش أكون واحدة منهم، لأن بابا كان شديد جدا وقافل عليا قوي، وما كنتش بختلط بحد خالص. وكان ساعتها شباب كتير قوي كانوا بيحاولوا يكلموني، بس انا كنت بقفل معاهم في الكلام، وكنت بهرب من المكان اللي فيه شباب واروح مكان تاني. لدرجة ان بعض الشباب بقوا يكتبولي رسايل وجوابات ويبعتوها مع زمايلي البنات، بس انا طبعا كنت بقابل كل الكلام ده بالرفض، وبقول لزمايلي البنات يبلغوهم ان هما ما يبعتوش حاجة تاني. خلصت سنة أولى وتانية وتالتة جامعة، وجيت في آخر سنة، سنة رابعة، بدأت أحس إن أنا محتاجة لحد يكون في حياتي، وبقيت أحس بفراغ عاطفي. وكان في واحد وقتها معانا في الكلية كان بيحاول يتكلم معايا بأي طريقة، وطلب من صاحبتي رقم تليفوني أكتر من مرة، بس أنا كنت طبعا برفض. بس لما حسيت إن أنا محتاجة أحس إن في حد في حياتي، قلت لصاحبتي آخر يوم لينا في الامتحانات ابقي ادي لحازم رقمي. قالت لي اشمعنى يعني آخر يوم؟ قلت لها معلش، بس اسمعي اللي بقولك عليه. قالت لي حاضر. وفعلا آخر يوم ادت لحازم الرقم بتاعي، وانا طلبت منها كده لاني كنت خجولة جدا، وما كنتش هقدر اقف اتكلم معاه قدامه. فضلت ان الكلام بينا يكون من خلال التليفون وبس. وفعلا بدأ حازم يتصل بيا ويتكلم معايا لمدة سنة، وبقى في بينا قصة حب واتعلقت بيه جدا. كل ده في التليفون، وكان بيطلب مني كتير قوي اننا نتقابل، بس انا كنت برفض علشان كنت بخاف ان حد يعرفني يشوفني مع واحد، او بابا يعرف حاجة. لحد ما قلت ان انا لازم اكسر حاجز الخوف ده، وقلت لحازم اننا ممكن نتقابل. وفعلا اتقابلنا انا وحازم، وخرجنا كتير قوي، واتعلقت بيه اكتر واكتر، وما بقتش شايفة حد غيره في حياتي. وبقى حازم هو اقرب واحد ليا، ووعدني كتير قوي انه هيجي يتقدم لي، وانا عارفة انه هو صادق. بس المشكلة ظروفه المادية كانت وحشة، خصوصا اننا لسه مخلصين الجامعة وهو ما كانش لسه اشتغل. قال لي اصبري عليا بس لحد ما الاقي وظيفة وهاجي اتقدم لك واتكلم مع بابا. والتوقيت ده بابا قال لي ان في حد هيجي يتقدم لي، وان انا بصراحة ما ينفعش ان انا اقول لبابا، لان بابا شديد جدا ومحدش بيقدر يعترض على اي حاجة يقولها، حتى لو مش على هوانا يعني. وقلت في بالي مفيش مشكلة يجي يتقدم لي، ببقى ارفضه بأي حاجة. المهم بعدها بأسبوع بابا قال لي ان اللي جاي يتقدم هيجي بكرة، عاوزك بقى تساعدي مامتك في البيت وكده. وقلت له حاضر. حاضر يا بابا. وظبطنا الشقة انا وماما، وانا كل ده ما حكيتش لحازم عن اي حاجة،
لأن كده كده بعد ما يتقدم هقول لبابا إن أنا مش موافقة ومش مرتاحة وهطلع له أي سبب. المهم تاني يوم الناس جت، واللي لاحظته إن مستواهم المادي أفضل مننا بكتير جدا، والعريس اللي جاي يتقدم لي حالته المادية يعني حلوة قوي، عنده شركة عقارات وحالته المادية غيرنا خالص. وبابا خلانا نقعد مع بعض نص ساعة يتكلم معايا، وحكالي بقى انه عنده شركة كبيرة وعنده حوالي 3 شقق بتوعه هو، وفي اماكن مختلفة يعني. وقال لي اختاري المكان اللي انتي عاوزة تعيشي فيه، وقال لي ان هو مرتاح لي جدا. وفي اخر الكلام قلت له ربنا ييسر الامور ان شاء الله، واللي ربنا كاتبه ورايده هيكون. قال لي يعني مش هعرف ردك دلوقتي؟ قلت له لا معلش، انا محتاجة اقعد مع نفسي شوية وابقى ابلغ بابا. قال لي مفيش مشكلة، فكري براحتك وانا هكون في انتظارك. المشكلة ان بابا كان فرحان قوي بالناس دي، وكان موافق على العريس جدا. وبعد ما الناس مشيت قال لماما ايه رأيك في الناس دي؟ لقيت ماما كمان بتشكر له فيهم. ساعتها كنت في موقف ضعف ومكنتش عارفة ارفض، وازاي هكسر فرحتهم. خفت ارفض قدام بابا، بس قلت كلمة كده يعني قدامهم، قلت اجس النبض. رحت قلت لماما بس ده اكبر مني ب7 سنين يا ماما. لقيتها زعقت لي وقالت لي وفيها ايه، ما ابوكي اكبر مني ب7 سنين ونعم الزوج. وحسيت ساعتها ان اي سبب هقوله علشان ارفض العريس هلاقي مليون رد من ماما ومن بابا، ده غير معاملتهم اللي هتتغير معايا بعد كده. ده غير ان انا اتفاجئت اصلا ان بابا بعدها بيومين بيقولي انا كلمت الناس وعرفتهم انك موافقة. رحت قلت له هو في حد بيعمل كده يا بابا؟ طب كنت قعدت معايا وسألتني. لقيته راح مزعقلي وقال لي وانت عندك رأي تاني ولا ايه؟ قلت له لا يا بابا، انا بس بقول لحضرتك يعني كنت قعدت معايا او سألتني. قال لي يا بنتي لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي ناس زي الناس دي. العريس شخص محترم جدا وما شاء الله عليه شخص ناجح وعنده شغل ومشروع، وكفاية انه جاهز، وغير يعني اهله اللي كلهم محترمين وذوق جدا. انا يا بنتي بقولك كده بحكم سني، انا ليا نظرتي في الناس وبعرف اقيم كويس، وانا لو شايف ان الناس دي مينفعوش اكيد انا من نفسي كنت هرفض. اطمني يا بنتي انا عمري ما هختار لك حاجة وحشة. قلت له ماشي يا بابا اللي تشوفه. في الوقت ده انا ما كنتش عارفة اقول لحازم ايه، بس كان لازم اعرفه واتصل بيه. واتصلت بيه فعلا وحكيت له اللي حصل. حازم كان هيتجنن، وكان فاكر ان انا بقوله كده علشان استعجله يعني ان هو يجي يتقدم لي، وما كانش مصدق ان انا اتخطبت فعلا. اتخطبت للعريس ده لمدة سنة، وخلال السنة دي ما قطعتش علاقتي بحسام ولا كنت قادرة استغنى عنه. وكان عريسي بالنسبة لي حد أنا مش موافقة على وجوده في حياتي. بعد السنة بتاعت الخطوبة حازم كلمني وقالي إن هو لقى شغل وطلب مني أفسخ الخطوبة. بس للأسف ما قدرتش أعمل كده، ولا كنت هقدر أعمل كده، لأن بابا عمره ما كان هيوافقني. وغير إنه حازم لسه قدامه وقت على ما يجيب شقة ويكون جاهز للجواز، أهلي عمرهم ما كانوا هيوافقوا عليه. واتجوزت وقعدت في شقة بصراحة أنا ما كنتش أحلم بيها، شقة كبيرة قوي عاملة كأنها قصر صغير. كنت فرحانة قوي بالشقة، وفي نفس الوقت أنا قلبي مش قادرة أسيطر عليه، مش قادرة أبعد عن حازم. وبعد ما عدى شهر على جوازي كلمت حازم مرتين، وبعدها قلتله إن أنا لازم أبطل أتكلم معاه تاني، لأني خلاص بقيت على ذمة واحد تاني، وبقيت واحدة متجوزة حتى لو مش بحب جوزي. وفعلا رحت اشتريت خط تليفون جديد وشلت الخط القديم اللي الرقم بتاعه مع حازم.
وفضلت حوالي شهر وبحاول أتأقلم على الجواز وعلى حياتي الجديدة مع جزء من على العريس الجديد ده. بس مع مرور الوقت لقيت نفسي بحن لحازم تاني، خصوصا إن جوزي كل حياته عبارة عن شغل وبس، ومعظم الوقت مش في البيت. ضعفت ورجعت اتكلمت مع حازم تاني، بس المرة دي كان كلامنا غير الأولاني. كلامنا بقى جريء شوية، وبصراحة من كتر اشتياقنا لبعض بقينا نتكلم أنا وهو فيديو، وكان بيشوفني بلبس البيت، وفي كل مرة كان بيكلمني كان بيخليني أتصور بلبس معين، وأنا بصراحة ما كنتش برفض لأني حابة كده معاه. عدى حوالي 6 شهور على جوازي، بس للأسف ما قدرتش أحبه، وعلاقتي بحازم كانت بتبقى أقوى من اللي قبلها، وتقريبا بكلم حازم في اليوم مش أقل من 3 ساعات. واشتريت موبايل جديد بخط جديد جوزي ما يعرفش عنهم حاجة، علشان بس أكلم حازم، ولما جوزي يتصل بيا في أي وقت ما يلاقينيش مشغولة. وكنت فعلا بتصادف إن أنا بتكلم مع حازم على التليفون الجديد وألاقي جوزي بيتصل بيا على التليفون التاني. المهم حازم كان بيطلب مني حاجات كتير قوي، كان بيطلب مني إن هو عايز يشوفني، وإنه مش مستحمل البعد. فعرفته إن أنا مش بخرج من البيت ولا بروح في أي حتة، وبروح زيارة لماما بس، ممكن مرة في الشهر، وغالبا جوزي بيكون معايا علشان بيوصلني بالعربية. قال لي طيب ما تحاولي تشوفي أي حاجة علشان تخرجي من البيت. وقلت له حاجة زي ايه يعني؟ قال لي تشتغلي مثلا. قلت له اصلا جوزي مش هيوافق على كده، خصوصا ان انا اصلا مش محتاجة للشغل. قال لي هاتيها بحجة تانية، اتكلمي معاه انك زهقانة من قعدة البيت، وان انت كنت مقررة يعني ان انت هتشتغلي بعد ما تتخرجي وكده، شوفي هيقولك ايه. قلت له تمام. المهم لما جوزي رجع من الشغل وعرفته ان انا زهقانة من قعدة البيت وكده، وقلت له ان انا ما كنتش فاكرة ان الجواز ممل كده، وبصراحة حاسة ان انا محبوسة. قال لي ما هي دي سنة الحياة، معظم الستات المتجوزة. قلت له وانا بصراحة مش عاوزة اكون واحدة منهم، انا بصراحة عاوزة انزل واشتغل واحس بقيمتي وبقيمة التعليم اللي انا اتعلمته. قال لي هو انتي محتاجة حاجة في البيت بتاعك علشان تشتغلي؟ قلت له على فكرة هو انا مش هنزل اشتغل علشان موضوع الفلوس، الفلوس مش كل حاجة، انا لازم احس ان انا ليا قيمة في المجتمع، وما افضلش محبوسة في البيت كده. امال بقى انا دخلت مدرسة وتعلمت ودخلت جامعة ليه؟ قال لي عشان تربي ولادك وتعلميهم. قلت له اشتغل؟ وبعد رفض كتير وجدال كتير قال لي اذا كان ده هو اللي هيريحك اعمليه، بس تقدري تقولي هشتغل ايه؟ قلت له هشوف اي حاجة تكون كويسة ومش متعبة وفي نفس الوقت ارجع البيت بدري. قال لي اللي يريحك اعمليه وما تضايقيش نفسك. وقلت له تمام، لما الاقي شغل هقولك. وقعدت افكر في حاجة كده اشتغلها، ودخلت كتير على الوظايف وقعدت ادور لحد ما لقيت مدرسة دولية طالبين مدرسة انجليزي، ورحت وقدمت والحمد لله اتقبلت فيها. وعرفت حازم ان انا اشتغلت، وبقيت بقابله كتير سواء بعد المدرسة او ساعات كنت باخد اجازة من المدرسة، وطبعا من غير ما جوزي يعرف. واخرج واقابل حازم بره، واستمر الوضع ده حوالي سنة، وجوزي ما يعرفش اي حاجة عن علاقتي بحازم. في الفترة دي كان حازم بيطلب مني انه عاوز يقابلني في مكان ونكون لوحدنا. صراحة رفضت كتير لان انا كنت خايفة اعمل كده، رغم ان حصل تقريبا تجاوزات وحاجات كتير قوي واحنا بنتكلم مكالمات فيديو. وبصراحة كنت بتمنى ان ده يحصل في الحقيقة، بس لما اتحطيت في الموقف بجد وطلب مني كده انا رفضت. قلت له ان انا مش ممكن اعمل كده. قال لي يبقى انتي مش بتحبيني. قلت له هو انا لو مش بحبك هكلمك واخرج معاك ليه وانا متجوزة؟ قال لي يبقى انتي بتفضلي جوزك عليا.
قلت له مش بفضله عليك ولا حاجة، انا لو بفضله عليك ما كنتش يعني علاقتنا هتفضل مستمرة بعد جوازي معاك. قال لي خلاص اللي يريحك، وسابني ومشي. وفضل حوالي اسبوعين ما يكلمنيش، وكل ما اتصل بيه يكنسل عليا، لحد ما عدى شهر وانا مش عارفة اوصله ولا اكلمه. رحت بعتله رسالة وقلت له ما تزعلش مني، وكل اللي نفسك فيه هعملهولك، انا ما اقدرش على زعلك. وبعدها بساعة اتصلت بيه، المرة دي رد عليا، ولقيتني بقول له حقك عليا ما تزعلش مني، انت وحشني قوي وعاوزة اشوفك. قال لي تمام بس مش هشوفك في الشارع. قلت له امال هشوفك فين؟ مش فاهمة. قال لي بكرة هقولك. قلت له اشمعنى بكرة؟ قال لي هشوف بس مكان نتقابل فيه وهكلمك. قلت له ماشي. وتاني يوم اتصل بيا وقال لي بصي، انا ما لقيتش مكان بس فكرت في فكرة كده. قلت له ايه؟ قال لي في واحد صاحبي معاه عربية وهيجي ياخدنا ونلف بيها شوية. قلت له طيب ما هي يعني ما نخرج ونقعد في اي مكان بدل ما نقف في العربية بتاعت صاحبك. قال لي لا اسمعي الكلام بس. وقلت له حاضر. قال لي يوم الخميس الجاي تفضي نفسك وحاولي تاخدي اجازة. وقلت له حاضر. وهنتقابل الساعة كام؟ قال لي على الساعة 9 كده. قلت له خلاص هروح المدرسة ونتقابل بعدها. قال لي خلاص هاجي اخدك من عند المدرسة بعد ما تخلصي على طول. قلت له تمام. طبعا انا جوزي بيرجع البيت على الساعة 10 او 11 بالليل، فدايما بكون مطمئنة وانا بره ان هو مش هيرجع البيت وما يلاقينيش. المهم يوم الخميس بعد ما خلصت المدرسة، قبل ما اخرج من المدرسة اتصلت بحازم وقلت له ان انا خلصت، انت فين؟ قال لي احنا جايين بالعربية اهو، 5 دقايق بس وهكون قدامك. المهم خرجت، وقفت في الشارع ولقيت عربية جيب، ولقيتها وقفت جنبي، ولقيت حازم فاتح الإزاز وبيشاورلي علشان أركب، وكان قاعد في الكنبة اللي ورا مش قاعد جنب صاحبه قدام. المهم فتحت الباب وقعدت جنبه، وبصراحة ما كنتش عارفة اتكلم معاه بسبب صاحبه اللي سايق العربية. رحت طلعت الموبايل وفتحت الواتس وبعتله، قلتله ما كنا خرجنا انا وانت لوحدنا احسن، على الاقل كنا عرفنا نتكلم بدل ما انت جنبي كده ومش عارفة اكلمك. قال لي ومين قالك ان انا هنا علشان نتكلم؟ قلت له امال هنا علشان ايه؟ قال لي عشان احب فيكي. وراح قال لصاحبه ارفع الازاز ده. كان لونه اسود وحسيت ان الدنيا كلها بقت ضلمة، ومشي بينا في الشارع تقريبا ما فيهوش حد، الشارع عادي جدا ما فيهوش حد، مشي على رجليه خالص. ولقيته بيقرب مني وبيقرب ايده مني ومسك ايدي، ودي كانت اول مرة حازم يمسك ايدي ويلمسها. وراح مقربها على وشه وفضل يبوس فيها كتير قوي. قلت له حرام عليك بس، وانا في نفس الوقت محرجة جدا من صاحبه. ولقيته راح مقرب مني وحط ايده ورا ظهري وخدني في حضنه، وانا بصراحة وقتها كنت قلقانة ومتوترة جدا لحسن حد يشوفنا، وكنت بحاول اتملك اعصابي، وكنت كل اللي بقوله كلمة واحدة بس علشان ما يعملش حاجات اكتر من كده واحنا في العربية. وفضلت معاه في العربية حوالي ساعة، وبعدها وصلوني المكان قريب من بيتي، وخدت عربية وروحت على البيت، ووصلت على الساعة 6 المغرب. دخلت واخدت شاور لان انا ما كنتش قادرة اتلم على اعصابي بسبب اللي كان بيعمله معايا في العربية، واللي حسيته لما كنت معاه ان حازم بيحبني بطريقة انا ما كنتش اتخيلها. وقلت في بالي وانا معاه يا ريتني كنت اتجوزته هو، لان كان هيتجنن عليا. وقلت في بالي لما هو بيعمل معايا كده واحنا في العربية ويعتبر يعني في الشارع، امال لو بقينا في مكان لوحدنا ومقفول علينا هيعمل معايا ايه؟ رجعت اتكلم معاه تاني زي الاول، وكان كل مكالماتنا مع بعض بقت فيديو. وبعد حوالي اسبوعين لقيت حازم بيطلب انه يشوفني تاني،
وقال لي ان هو لقى مكان ممكن نتقابل فيه ونكون لوحدنا. قلت له والله يا حازم انا مش عارفة ظروفي يعني، سيبني اشوف كده ولو ينفع هرد عليك وهقولك، لان انا بصراحة خايفة اعمل كده. بس اسلوب حازم معايا لما كنت معاه في العربية خلاني متحمسة جدا ومشتاقة جدا اني اكون معاه. واتصلت بيه وقلت له هو المكان ده هيكون فين؟ قال لي بصي، هي مش شقة، هو مكان كده زي مخزن. قلت له انت بتهزر؟ قال لي لا والله زي ما بقولك كده. طبعا انا رفضت جدا ان انا اروح، وفضل يتحايل عليا كتير جدا جدا لحد ما انا وافقت. وقال لي ان المخزن ده بتاع واحد صاحبه وعنده محل منظفات وعنده مخزن كبير جدا، ممكن نبقى نتقابل فيه ونبقى فيه لوحدنا وبراحتنا. ورحت فعلا وقابلته هناك. طبعا المكان كان وحش جدا ومليان حاجات كده وبضاعة، وكان في مكان صغير كده أوضة فيها سرير واحد صغير ومروحة سقف قديمة كانت بتعمل صوت مزعج قوي وهي شغالة. بس كل ده ما كانش هاممني. كل اللي كان هاممني ان انا بقيت مع حازم في مكان لوحدنا. كنت اول مرة في حياتي اشوف حازم ده انسان تاني، حد كأني اول مرة يشوف واحدة في حياته، أو زي اللي كان بيدور على حاجة وبقاله سنين وفجأة لقاها. ما قدرتش همنع نفسي عن أي حاجة كان بيعملها لدرجة إن أنا ما كنتش عاوزة أسيبه وأمشي، لأني أول مرة في حياتي أعيش جمال الإحساس ده مع واحد بيحبني بجد. وحسيت إن حازم كان محروم من حاجات كتير قوي وأنا بعيدة عنه، وعشان كده خليته يعمل كل اللي نفسه فيه لحد ما أنا نفسي ما قدرتش استحمل وتعبت جدا. وبعد ما قعدنا مع بعض حوالي ساعتين مشيت. كنت حاسة ان انا ماشية في الشارع اني مش قادرة اصلب طولي، وحاسة ان انا مش مظبوطة. لحد ما روحت البيت اليوم ده ودخلت اخدت شاور ودخلت اوضة النوم ونمت، محسيتش بنفسي الا وجوزي بيصحيني علشان احضر له ياكل. وطبعا انا كنت طول اليوم بره ورجعت نمت وقلت له اطلب اي حاجه من بره انا تعبانه. كنت نايمه طول اليوم ومعملتش اكل. قمت قعدت بره، كان هو طلب اكل من بره واكل وتعشى ونام. ولما قعدت مع نفسي كان كل تفكيري في اللي حصل، وضميري فضل يأنبني قوي اني ازاي اعمل كده وانا متجوزه. وقلت خلاص هي مره وراحت لحالها والموضوع ده مش هيتكرر تاني ابدا. بس للاسف بلاقي نفسي غصب عني بحتاج لحازم، لدرجة ان حازم حاليا أجر شقة وقاعد فيها، وبقيت بروحله مرة كل أسبوع أو مرة كل 10 أيام. باخد أجازة كده من المدرسة وبروح بعد المدرسة. والعمارة اللي أجر فيها الشقة فيها عيادات دكاترة كتير قوي، فما فيش حد بيسأل حد انت رايح فين أو جاي منين، والموضوع كان سهل جدا. أنا حاسة ان علاقتي مع حازم بقت إدمان، لاني لقيت معاه اللي ملقتوش مع جوزي، ومش عارفة امتى هقدر امنع نفسي عنه. انا تعبانة جدا ومش عارفة اعمل ايه، ولا عارفة انا ماشية في سكة غلط. بس فعلا محتاجة حد ينصحني ويقولي اعمل ايه علشان ابعد عن حازم وانهي العلاقة اللي بيني وبينه دي، رغم من اني حباه جدا. بس فعلا مش عاوزة اظلم نفسي ولا اظلم جوزي ولا عاوزة اعمل حاجة غلط تاني. اللي عنده نصيحة ليا ياريت يكتبها لي في التعليقات وانا هقراها. ودي كانت قصة النهاردة، وأتمنى منكم اشتراك في القناة وإعجاب على الفيديو، وشيروا الفيديو لأصحابكم اللي بيحبوا النوعية دي من القصص. واسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.